مسلسل سكويد جيم خلص بالجزء التالت بعد 23 حلقة. أخيرا شفنا نهاية قصة الشخص ده اللي هو جي هون، وآخر جولة من الألعاب اللي بدأنا بيها الموسم. بس السؤال بقى، هل دي فعلا كانت الألعاب الأخيرة ولا في ألعاب تانية بتحصل في أماكن تانية حوالين العالم؟ خصوصا مع المفاجأة اللي ظهرت في نهاية الحلقة الأخيرة. الموسم ده ركز بشكل كبير على الثلاث جوانب اللي بتتحكم في كل حاجة: اللعبة نفسها، الحياة والموت، والاختيارات اللي بتغير مصير الناس. الفرق بين اللي بيعيش واللي بيموت ما كانش مجرد حظ، كان في رسالة كبيرة ورا كل قرار. الموسم كمان ركز على حاجة تانية مهمة جدا: الخير اللي موجود في البشر. في نفس الوقت ازاي الناس الضعيفة بتحولوا الأدوات بيستخدمها الأغنياء عشان يتسلوا بيها. يعني الغني بيتفرج والفقير بيموت، لكن وسط كل الضلمة دي المسلسل بيقول لنا إن لسه في أمل، وإن ده بان بوضوح بالنهاية القوية اللي شفناها. ومن هنا عايز أحكي لك على نهاية كل شخصية رئيسية في الموسم، مين مات وإيه معنى النهاية الحقيقية للمسلسل كله. فيلا بينا نبدأ، وده شرح نهاية الموسم الثالث من مسلسل سكويد جيم. بس قبل أي حاجة خليني أقولك الفيديو ده فيه حرق كامل لأحداث الموسم الثالث. لو مشفتش الحلقات أنصحك تشوفها الأول وبعدين ترجعلي. أول حاجة، النهاية. لما نيجي نبص على نهاية المسلسل نلاقي إن هي بتسلط الضوء بشكل واضح على إزاي الإنسان ممكن يتصرف تحت ضغط، إزاي الناس العاديين ممكن يعملوا تصرفات بشعة علشان يعيشوا. حتى لو الجنود ولا الفرونت مان ولا الفي اي بي كانوا ناس أشرار، المسلسل ما اكتفاش بكده، لأنه ورانا إن في لاعبين برضه كانوا أسوأ بكتير. كتير من اللاعبين ما كانش عندهم أي مانع يدوسوا على بعض، يخونوا، يقتلوا، كل ده علشان فرصتهم في الجايزة تزيد. ولما جت آخر لعبة اللي كان اسمها سكاي سكويد جيم، الوضع كان مختلف تماما عن كل اللي فات. الأخ ده اللي هو اسمه جي هون اتعرض عليه إنه ياخد سكينة ويقتل كل اللاعبين وهم نايمين قبل اللعبة ما تبدأ. كان كده هيفضل هو الطفلة الرضيعة بس، هما الاتنين الباقيين بس في اللعبة، وده معناه إن اللعبة نفسها مش هتشتغل لأن العدد غير كافي. يعني ببساطة اللعبة كانت هتتلغي. الغريب إن ده بالظبط نفس اللي عمله الأخ ده اللي اسمه إن هو عمله زمان لما كان لاعب. كسب اللعبة لأنه قتل الكل هما نايمين، وغش اللعبة، وصحى الصبح وهو كسبان. إن هو سأل جي هون السؤال ده، كان بيختبره هل هو هيبقى زيه، هل هيتصرف بنفس الطريقة. لو فعلا كان وافق وعمل اللي الراجل ده عاوزه هيبقى بالنسبة له مكسب تاني، لأنه جر شخص تاني لنفس مستواه الواطي واطي. لكن زي ما شفنا جي هون مرضيش يعمل كده، واختار إنه يلعب اللعبة وما يغدرش بالناس. اللاعب رقم 100 كان مثال واضح على أسوأ ما في البشر. كم مرة شفناه بيبيع أي حد حواليه علشان يعيش، كم مرة اختار الغدر بدل الرحمة. كان مستعد يضحي بأي حد حتى لو صاحبه، حتى لو كان بريء، المهم يكمل هو. ولحد آخر لحظة في اللعبة لسه بيحاول يعمل كده. لكن يمكن أبشع حاجة حصلت إن عدد منهم وافقوا إن هما يقتلوا الطفلة الصغيرة علشان يكسبوا الفلوس. طفلة عمرها أيام كانت بالنسبة لهم مجرد عقبة. الجشع الإنساني بان بكل بشاعته في الجولة الأخيرة. الأخ ده اللي فكرناه طيب كان مستعد يقتل بنته الرضيعة علشان يكون ليه نصيب أكبر من الفلوس. تخيل أب يقتل بنته بإيده علشان جايزة. وعلشان كده جي هون دخل في مواجهة مباشرة مع أبوه. الموضوع ما كانش بس خناقة ما بينهم، ده كان صراع بين إنسان لسه فيه ضمير وإنسان مع كل حاجة. بس اللي فجر الموقف كله إن الزرار اللي بيبدأ اللعبة محدش ضغط عليه. يعني أبوها مات من غير ما اللعبة تكون بدأت أصلا. بعد ما جي هون وقف راح لآخر حتة في المنصة، وقف على طرف المنصة، بص على الناس ولاد اللي فوق، وبعدين بص في عدسة الكاميرا كأنه بيبص للمشاهدين، كأنه بيبعت رسالة لينا عن الناس اللي بتتفرج وتسكت، على الناس اللي بتتقتل كل يوم ومحدش بيتكلم. وقال بكل وضوح، قال إحنا مش خيول، إحنا بشر. وقبل ما يكمل الجملة رمى نفسه من فوق ووقع ومات. اللحظة دي كانت تأكيد إنه نفذ وعده لأم الطفلة الصغيرة، الوعد اللي قال فيه إن أهم حاجة إن الطفلة تعيش. فعلا ده اللي حصل، ضحى بحياته عشان الطفلة دي تعيش وتكبر وتبقى إنسانة لها مستقبل في العالم ده. هو شاف كل المعاناة اللي حصلت بسبب اللعبة وما انبهرش بالفلوس ومخلاش الطمع يغيره، لأننا شفنا معاه قبل كده الفلوس ما كانتش بتساعده أصلا. جي هون كان استثناء نادر في اللعبة لأنه إنسان كويس من جوه بجد، مش مجرد لاعب بيدور على مكسب. ما كانش مستعد يقتل حد بريء عشان لعبة حتى لو كانت تمن حياته. اللي خلى المشهد أقوى كمان إن كان جنول دي ولا معرفش اسمها إيه بالظبط كانت قاعدة بتتفرج على كل اللي حصل في الشاشة، والمشهد ده هو اللي منعها إن هي تخلص على نفسها. كانت ناوية تنهي حياتها، لكن لما شافت تضحية جيهون كل حاجة جواها اتغيرت. حست إن ممكن يكون لسه في خير في الدنيا ومش كل الناس وحوش. وفي الوقت ده خفر السواحل كانوا قربوا من الجزيرة بفضل المحقق اللي قدر يوصل هناك، وبالتالي اللي كسب الجولة الأخيرة أصغر لاعبة وأكتر حد كان بريء. إن هو
خد البيبي والكل بدأ يهرب من الجزيرة، لأنه طبعا شغل التفكير الذاتي قبل ما يوصل خفر السواحل. بعد كده خلينا نشوف نهايات باقي الشخصيات. الأخ ده اتشال من منصبه كمحقق بسبب كل اللي عمله، وإن هو سلمه الطفلة ومعاها كارت البنك اللي فيه جايزة كلها علشان يربيها بنفسه. اكتشفنا كمان إن فلوس جيهون كلها اختفت من الموتيل وما كناش نعرف راحت فين، بس بعدين عرفنا إن هو اللي خد الفلوس وسافر على أمريكا وراح لبنت جيهون وسلمها كارت فيه كل الفلوس. نخش على الوفيات. الموسم ده حصل عدد كبير جدا من الوفيات، أكتر بكتير من اللي شفناه في الموسم التاني. أول موتة كانت للست دي اللي اضطرت تقتل ابنها لما شافت إن هو ناوي يقتل أم الطفلة، رغم إن طول الموسم التاني والتالت وهي بتحاول تحميه، وجات اللحظة اللي قتلته بإيديها، وطبعا حست بالذنب وما قدرتش تكمل وانتحرت. والموتة اللي بعد كده اللي كانت صعبة برضه لما شفنا أم البنت وهي مش عارفة تعدي في لعبة الحبل لأنها كانت واقعة على رجليها في اللعبة اللي قبلها وما كانتش قادرة تدوس على رجليها. جيهون ساعدها إنه يعدي الطفلة، كان عاوز يرجع لها بس ما كانش في أي أمل إن هي تكمل اللعبة بنفسها. ولما فهمت ده قالت لجيهون إن هي مش عاوزة غير إن الطفلة تعيش. ده كان كل همها، وهي بتعيط رمت نفسها وماتت زي كتير غيرها، بس الفرق إنها ماتت عشان بنتها. الأخ ده بقى كان تايه، كان بيتعرض للتنمر على طول، كان حاسس إنه ملوش مكان في العالم، ورغم كده وصل الجولة الأخيرة طبعا مبلبع حبوب كتير وبدأت تجيله هلاوس، وكان بيشوف شخصيات تانية بتعذبه في خياله زي ابن المجنونة ده، وفضل يهلوس كده لغاية ما مات في الآخر. وبعد كده كانت أقوى لحظة موتة جيهون. من الأول كنا عارفين إنه ممكن ما يخرجش حي من الجولة دي. موته ورانا إن لسه في خير في البشر، في مواقف كتير كان ممكن يختار الفلوس بس هو اختار الإنسان. مشهد موته كان قاسي جدا بس كان لازم يحصل عشان الرسالة توصل، لأنه لو كان عايش الرسالة مكانش هتبقى بالقوة دي. موته هو اللي خلى كل حاجة توصل. وأخيرا المشهد المفاجأة اللي كان في الحلقة الأخيرة، ظهور الممثلة كيت بلانشيت وهي بتجند اللعيبة للعبة بنفس الطريقة اللي ظهرت في الموسم الأول، بس المرة دي في أمريكا. وده فتح باب إن ممكن يكون في مواسم جاية وممكن تكون أمريكية أو في دول تانية، لأن اللعبة بقت عالمية. فقولوا لي في التعليقات، انتوا شايفين النهاية دي كانت مرضية ولا كنتوا مستنيين حاجة تانية؟ وهل تتمنوا تشوف موسم رابع ولا كفاية كده؟ ما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك لو عجبكم، واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد، واستنوني في فيديوهات جاية أقوى. وسلام.